السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم بنات؟ شو اخباركم؟ عساكم يا رب بخير ونعمة وصحة. مثل ما تشوفون يا بنات اليوم العيال اشتهام خبز التنور الطين، وقاعد احضر بالتنور حتى اخبز لهم خبز على التنور الطين. وقلت خليني اراوي بنات متابعاتي شلون خبزي على التنور الطين. خليكم وياي لنهاية المقطع، لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة. أهلا وسهلا بالجميع. طبعا مثل ما تشوفون يا بنات بلشت أخبز، بس ما قدرت أصور لكم من أطرق الخبزة، بس شوفتكم بعض من مقتطفات التصوير. يعني إيد أصور طبعا وإيد أخبز حتى أراويكم الخبز مثل ما قلت لكم يا بنات. طبعا يا بنات الأغلبية ما دا يشاهدون المقطع للأخير حتى يعرفوني أني من وين ساكنة. أني ساكنة بالأنبار، منطقة جزيرة يعني ريفية، وهاي حياتنا اليومية اللي احنا عايشيها. حبيت أراويكم قسم منها. وطبعا أنا ما أقلد أي صوت، لا جنوب ولا بصرة ولا ناصرية ولا أي محافظة، هي هاي احنا لهجتنا، وما أعرف هاي ظلت عادية وكم الحمد لله. بنات لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة أهم شي، وتعليق حلو. طبعا جدا أشكر البنات اللي علقوا لي وشجعني أني أستمر بالقناة. أهلا بيكم يا بنات من كل المحافظات، أتشرف بالجميع. واعذروني اللي ما داي أرد عليها بالتعليقات، يعني والله كلش وقت ما عندي. إن شاء الله راح أقرأ التعليقات البقية وأرد عليها. أي سؤال تسألوني إن شاء الله أجاوب لكم إياه بالمقاطع اللي راح أنزلها إن شاء الله بالأيام السابقة. فضلا وليس أمرا يا بنات، صلوا على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا تنسونا من اللايكات والمشاركات بين أحبابكم وأصدقائكم أهم شي، ويشجعني أني إذا ألقاكم تاركين لايك وتعليق حلو من إيديكم الحلوة. الأغلبية أحد متابعاتي طبعا سألتني أنتي كم طفل عندك؟ أنا عندي 3 ولد بالصف الخامس ابتدائي، وبنت عندي معاذ اللي كبير، وبنين بالصف الثاني وبان بالأول ابتدائي. مثل ما تشوفون يا بنات هنا بلشت راح أخبز مرة ثانية، بس انتظروا يحمى التنور أكثر. وهنا صورت لكم شلون كانت النتيجة. وراح أسوي ريوق طبعا بسيط على قد الحال، ويعني شغلة يعني استعجال. خليكم ويانا لنهاية المقطع، أهم شي شاهدون نهاية المقطع حبيباتي. ويسعدني كل التعليقات، كلش فرح تعليقاتكم إن كانت سلبية أو إيجابية. هاي كانت النهاية بعد ما خبزت. واعذروني يا بنات على جودة التصوير. طبعا يا بنات أني أحد متابعاتي سألتني قالت لي أنتي متزوجة وأهلك يمك؟ ما أعرف يعني هيك سؤال. إي أني متزوجة، بيت عيالي كلش قريب على بيت أهلي، ما بيناتنا يعني سياج. تعرفون الريف يعني ناس قريبة على ناس. واللي دا تطلع وياي أصورها أمرار بالمقاطع هي هاي عمتي أم زوجي اللي لابسة أسود. هنا أنا صورت لكم شوية من الأجواء بعد ما خلصت الخبز. مثل ما تشوفون يا بنات شوية بحديقة الحيوانات،
احنا هاي الحديقة خارج البيت مسوينها فقط للحيوانات والزرع. وحبيت اسوي ريوق شوية على السريع. تشوفون عندي كنا اني مرتبته وكابسته بس طلعته سويته الدهن طبعا زيت، وراح اضيف له البياض. وسهمكم العافية. ريوق طبعا بسيط وسهل وسريع، حتى نجي نكمل الشغلات البقية بعد الريوق. ماشي تسوينا هادتها والله هدتها. هنا أنا بنات اني طارق البيض يعني خاطته، بس راح اضيف عليه مثل ما تشوفون يا بنات بهاي الطريقة، وراح اضيفه على التمر. احنا الاغلبية اسوي لهم اياه ريوق لان يحبوها هاي الاكلة، فقلت خليني اسويها لان عندي شغل على السريع. سويت لهم الريوق وكمل بقية الشغل، وصورت لكم قسم من اشغالنا اليومية. وسهمكم العافية يا بنات، ولا تنسون بالصلاة على الحبيب محمد. وهنا عندي رابعة احنا مشتريها يعني. الأغلبية دا يسألوني بالمقاطع عندكم أبقار؟ لا احنا ما عندنا أبقار، لأن ما عندنا فلوس حتى نشتري كلش غالي يمنه. احنا بمحافظة الأنبار الحلال غالي كلش، فما عندنا يعني جانين بالبيت احنا بس الماعز والغنم، كم وحدة يعني مو هواية. طبعا هنا أنا استوى خليته على كلش نار هادئة حتى ما يلجع من يعني الداخل عندكم بالطاوة. ونسهمكم العافية، وخلينا نبدي بشغلنا. طبعا بعد ما ريقتهم طلعنا هاي الحيوانات بالحديقة اللي خارج البيت مثل ما تشوفون. خليكم ويانا لنهاية المقطع، لا تنسونا باللايك والاشتراك وتعليق حلو من ايديكم الحلوة. شوية حبيت أغير لكم الجو، طلعت لكم صورت لكم خارج الحديقة مالت الحيوانات. طبعا احنا هاي الأرض اللي صورت لكم إياها بيها قسم زارعي باقلة. إن شاء الله المقطع الجاي أراويكم زراعة الباقلة.
طبعا يا بنات أني يوميا أنزل مقاطع على القناة، اللي تحب تشاهد وتجي أهلا وسهلا بيها، ولا تنسى اللايك والتعليق الحلو والاشتراك بالقناة، وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كثر الصلاة على الحبيب محمد يا بنات بالتعليقات، أتمنى هذا الشي من عندكم. طبعا البنات أغلبية يكتبوا لي تعليقاتهم قصري المقطع، يعني أقدر أقصر لكم إياه بس ما راح تشوفون أي شي ولا تستمتعون بالمقطع إذا ما أصور لكم. يعني شوية المقطع يكون طويل حتى تستمتعون بالمقطع. مثل ما شفتوا بنات، هاي اللي حشيت من عندها حشيش للحيوانات، نظفناه. هذا طبعا بصل احنا زارعيه وراح نسقيه ننطيه ماي، حبيت أصور لكم إياه زي ما تشوفون. طبعا احنا هاي المزرعة قريبة على الشط اللي يمنا، ونسقيها من هاي المحطة مالت المي. عندنا بوري وناخذ من عندها مي ونسقيها فقط للزرع.
مثل ما تشوفون يا بنات بهاي الطريقة انطينا ماي للأجوى مالت البصل. زي ما تشوفون يا بنات هنا الله افتح. وهنا يا بنات راح نخلص ونرجع للبيت. واتمنى يا بنات من عندكم تسوون لايك واشتراك في القناة ومشاهدة ممتعة. طبعا صورت لكم اني مقطع كذلك وضفته ويا هذا تصويري. بدينا نرش يعني نكافح الاشجار. طبعا يا بنات هاي القاع اللي شوفت لكم اياها زارعين كذلك بيها بصل وبتيتا. وهاي حبيت اراويكم، طلعت لكم كم بتيتات حتى تشوفون شلون الطرح مالها او الانتاج. فطبعا انا منزله قبل سابقا شلون زرعت البتيتة، هم موجود داخل القناة، اللي يحب يشوفه اهلا وسهلا بيه. طبعا يا حبايبي اليوم اللي تشوفون يا بنات هنا بلشنا نكافح الاشجار. طبعا كل الاشجار اللي زرعناها راح نرشها دواء مال اشجار خاص بيها. وهاي هي عمتي ام زوجي اللي دا تسألوني عليها. كل فيديو تكتبوا لي بالتعليقات من اللي وياك تساعدك بهاي الطريقة زي ما تشوفون. وهذا الرجال اللي وياها هو اللي يصير عمي اخو والدي. طبعا هو اللي راح يعالج هاي الاشجار. اتمنى يا بنات اذا عجبكم المقطع تنسوني باللايك والاشتراك في القناة، تعليق حلو من ايديكم الحلوة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا بهاي الطريقة يا بنات رشينا الأشجار اللي زرعناها جديد واللي عندنا قديمة. طبعا يا بنات هنا راح نرش هم كذلك الليمون والرارنج والبرتقال، الأشجار يعني تكافحها من الأمراض. الزمها للتيت، دير بالك، خلي بس العلاج على الشجرة.